الطريق المخفي تحت النيل، سر مرعب مخبيه الفراعنة. تفتكر إنك عارف كل أسرار الفراعنة؟ اسمع الحكاية دي. في خرايط فرعونية قديمة اتكتشفت بتقول إن تحت نهر النيل في ممر سري ضخم. الممر ده مش أي ممر، ده بيربط بين معبد الكرنك في الأقصر لحد الأهرامات في الجيزة. العلماء استغربوا إزاي طريق بالحجم ده يفضل متخبي آلاف السنين من غير ما حد يعرف. بس الأغرب إن البعثات اللي حاولت تدخل وتستكشف الطريق ده بيختفوا واحد ورا التاني من غير ما يسيبوا أي أثر. في ناس بتقول إن الممر ده كان وسيلة انتقال سرية للفراعنة، وناس تانية بتعتقد إنه مش مجرد طريق، ده بوابة لعالم تاني. والسؤال دلوقتي، لو الطريق ده اتفتح بالكامل، يا ترى إيه اللي ممكن نلاقي في نهايته؟